ازيكم يا احلى بنات في الدنيا. النهارده جانا مشكله. مشاكل كتير طبعا بتجيلنا بسبب الموضوع ده. انا زعلانه يا منى، انا اتضايقه، انا متضايقه، انا زعلانه، عندي مشاكل كتير في بيتي، جوزي وحش معايا، نفسي اسيب البيت، نفسي اروح عند اهلي، عندي اولاد، عندي اطفال، طب اعمل ايه؟ اجي منين؟ مفيش حد بيحبني في البيت، كله وحش معايا. طب يا حبيبه قلبي انا همشي معاكي للاخر. طيب ما انتي اما تمشي تعملي ايه؟ يعني هتبقي قاعدة مرتاحة يعني عند بيت أهلك؟ بالعكس، بالعكس عمرك ما هتبقي مرتاحة. عندنا مثل بيقولك ايه المثل ده؟ مصري بس قديم شوية. بيقولك قعدتك عند أعتابك وقعدتك عند أحبابك. يعني ايه المثل ده يا منى؟ هقولك يعني لما اقعد عند يعني في بيت جوزي اللي قاعد مثلا يزعلني، أحسن ما أروح أقعد في بيت أبويا وأمي. ازاي تقولي الكلام ده؟ اقولك لايه بقى. ناخدها كده بالعقل، واحده واحده كده ونفصصها مع بعض. اولا يا حبيبه قلبي، انت لما تكوني قاعده في بيتك، هو جوزك يبقى قاعد 24 ساعه في البيت؟ لا طبعا. اكيد هيسيبك شويه، مثلا هتتخانقوا وهيسيب لك البيت وهيمشي، بس هتعرفي تاكلي، هتعرفي تدخلي التواليت براحتك، هتعرفي تنامي براحتك، هتعرفي يعني تاخدي دش وتقعدي فريش لوحدك، هتعرفي تلبسي اللي انت عايزاه براحتك. ولادك هيعرفوا يلعبوا، يتنططوا، يجروا، يناموا في اي وقت براحتهم. انما يا حبيبه قلبي لما تروحي عند بيت ابوك او امك، او طبعا لو ملكيش حد زي حالتي كده بالظبط، ماليش الاب والام، اروح اقعد عند مرات اخويا دي شويه ولا مرات اخويا دي شويه، حد هيستحملني؟ ولادها هيجروا ويتنططوا كده في البيت زي ما بيتنططوا في بيتهم. انا هعرف اكل كده وقت ما اجوع، في اي وقت افتح التلاجة كده واكل منها. هعرف وقت ما ادخل الحمام ادخل كده، يعني على طول. عايزه اخد دش في اي وقت هدخل كده اخد دش على طول، ولا هيبقى في شغل احراج، ولا هيبقى في مثلا شغل يعني حساسيه شويه. افرض انا سهرانه ومش جاي لي نوم، عايزه اقوم اشغل التلفزيون، هتقدري تشتغلي التلفزيون في وقت زي ده؟ مش هتعرفي يا حبيبه قلبي، مش هترتاحي صدقيني. اول حاجه انا همشي معاكي للاخر، يعني انا همشي معاكي للاخر. اولا انا رحت عند بيت ابويا اهو ماشي. اولا قعدت يومين ثلاثه اتبسطت، بس من جوايا مش قاعده مرتاحه. انا لا مثلا نفسي في الاكله معينه، مش هقدر اقول لهم انا عايزه اكل الاكله دي. مثلا عايزه اخرج، هبقى باستئذان، مش عارفه اخرج زي ما كنت بخرج في بيت جوزي. هبقى قاعده برضك متضايقه، مستنيه جوزي يجي، مستنيه حد يجي يصالحنا، افرج الناس عليا ويحكي يا من اللي حصل، ويسمعوا من جوزي اللي حصل، وانا ازود كلام هو يزود كلام، ومشكلتنا تكبر، والناس اللي قاعده تروح تقول لمراتها وتقول للناس تاني ده احنا كنا بنحل مشكله عند فلان، ومراته قالت الادب لا ده جوزها وحش مش كويس. وعرفوا اسرارك يا حبيبه قلبي، والناس عرفت اسرارك وعرفوا بيتك، والناس ما بتنساش. المشكله ان الناس ما بتنساش. ان دلوقتي انا روحت خلاص، انا اتصالحت وروحت بيتي ماشي. انا روحت بيتي اهون وقعدت. إيه الكلام فضل لمين؟ للناس. انا لما اجي خارجه الناس يقولك ده كانت غضبانه، شفت كانت قاعده عند اباها كام يوم، ده كانت عند امها كام يوم. ومرات اخوكي مثلا لو انت زي حالاتي مثلا وتروح تقعدي مثلا عند مرات اخوكي، هتطلع تقول ده هي كانت قاعده وانا مش عارفه اخرج ومش عارفه اكل ومش عارفه اعمل، وقاعده كاتمه على نفسي، لا عارفه انام ولا عارفه اقعد انا ولاد، ولا عارفه ارتاح ولا عارفه ولا عارفه. فالايه يا حبيبه قلبي تتعبي نفسك وتتعبي اعصابك، وفي الاول وفي الاخر هترجعي لجوزك. بينوبك الا المشاكل اللي الناس عرفتها عنك، وما ينوبك الا اسرار بيتك اللي طلعت بره، وما ينوبك الا كسرة قلبك وحرجتك مع الناس، وولادك اتكسر بخاطرهم. طب ليه يا حبيبه قلبي ليه المشاكل توصل لكده؟ انت في بيتك اقعدي ملكه ملكه في بيتك، واللي مش عاجبه يسيب البيت هو. يعني ما تزعليش من كلامي، بس هو ده الصح. هو البيت خلاص، انت اتجوزتي معاش ليكي يا حبيبه قلبي الا بيتك خلاص. حتى لو باباك ومامتك موجودين مالكيش الا بيتك برضه. بيتك اولى بك انت وولادك، طالما خلفتي بيتك اولى بك انت. لما تبقيش دلوعت بقى بابا وماما وقعوا كل شويه تنطط واغضب واعمل، هتخدم الغضبان ايه؟ اولا هتعودي جوزك على كده. الراجل لو لقى مراته بتغضب كل شويه هيتعود على كده، هي خلاص هو اتعود ان ساعه ما اكلمك كلمتين هتتقمص وتطلع تجري على بيت اهلها، وهو عايز كده يشوف مزاجه ويشوف حياته. انما انت خلاص هو ممكن في مره يدخل يوم معاكن عليك عشان انت تقوم ماشيه يعيش هو حياته مبسوط. طب انت اديتله الفرصه؟ لا، انت عودتها على كده من الاساس، عودتيه ما يشيلش مسؤوليه ان انت تبقى قاعده زوجه في بيته ليل ونهار. مهما يا حبيبه قلبي يديلك يعني ما تزعليش مني بالجزمه، اقعدي واستحملي مالكيش الا بيتك. سي انت ليه الامور توصل لكده؟ احنا عارفين ان في رجاله كتير كتير واكترهم مصريين، يعني عشان محدش يزعل مني، هم المصريين هم طبعا فيهم مشاكل كتير، مش متحضرين، ويعني مش كله يعني، بس في نسب بتكره الناس في مراتها. يعني في رجاله فعلا انا عارفه ان كتير رجاله بتكره الواحد فيه. بس انت ممكن يا حبيبه قلبي تسيطري عليه. اعرف واحده كان جوزها مدمن جدا، مدمن اللي هو مخدرات يعني،
وقالت استحالة استحالة ان هو يتصلح. يمر الزمن واستحملت سنة وسنتين وراحت اشتغلت وجرت على ولادها، كانوا 4 اطفال باين او 3 اطفال والله ما انا فاكرة، بس هو كان حركة برضو كان عندها اطفال كتير. فهي اشتغلت وصبرت على جوزها، وكان تيجي من الشغل ياخد فلوسها من شنطتها ويروح ياخد الفلوس ويجري يشرب بها وياخد مخدرات، ويجي بالليل ياكل ويضربها علقة ويسهرها طول الليل تحت رجله، ووراه يا عيني شغل الصبح. فضلت صبرة صبرة وتقولش الا يا رب ولا حد يعرف عنها اي حاجة. وفي مرة قاعد حرق لها البيت، ولع في البيت وولاده قاعدين ومراته موجودة، ولع لها في البيت. وهي هتعمل ايه؟ ما عملش ايه، ولا الناس جت تكلمها قالت لهم لا ما ده ابني لسه ولعه، ابني ما اعرفش ايه. فجابت الموضوع في ابنها، ما رضتش تقول السر الا الناس اللي من نفسهم هم اللي كانوا ايه قالوا يعني. فهي دارت على نفسها، فبقت تقول يا رب، بقت تدعي ربنا واقف جنبها لما لقاها صبوره، ان ربنا بيحب يعني ان الله مع الصابرين. فصبرت، فربنا نولها ان هي ليه عايزاه. قامت من النوم فجاه لقت جوزها بيصلش، بصت لقت جوزها بيصلي. جوزي بيصلي ازاي؟ ده هو مدمن، ده انا بصحى دلوقتي الاقيه نايم في سابع النوم. ازاي اتغير؟ فسبحان الله، سبحان من يهدي ومن يشاء. جوزها اتغير وقام، لان قالت يا رب ونايمه وبتقول يا رب. صح تلاقي جوزها اتغير 100%، شال المسؤوليه، راح اشتغل، عايشها على احسن وضع، وجاب لها كل اللي ناقصها ال3 4 سنين اللي عدوا، عايشها ملك. صبرت يا حبيبه قلبي. احنا جوازنا حلو، لو جيت تبص لحالتك هتلاقيك احلى من غيرك. ناس كتير وحشه حواليك، انت اللي ما انت شايفه نفسك. انا جوزي زعل النهارده عشان ايه؟ حاجه هايفه. عدي يا ست الموضوع، ما تقفش قدام جوزك كلمه بكلمه. الراجل ما هوش من النوع اللي هو ليه خلق ان يقعد يتكلم قصاد واحده كلمه بكلمه. الراجل ملوش خلق لكده. عدي، تعرفي تفوتي، اسمعي من هنا وطلعي من هنا عشان تقدري تعيشي وتعيشي مع اولادك سعيده. لو ولادك حسوا بالمشاكل بتاعتك انت وجوزك، او انت وباباهم، العيال هتطلع متعقده نفسيا، وهي يعني ملهاش ذنب. العيال دي ضيوف عندنا، او الاطفال ضيوف عندنا لازم نعيشهم على احسن وضع، ونشوفوا عندنا احسن حاجه، ان يطلعوا يبقوا متربين تربيه نظيفه، ما يبقاش يطلعوا عندهم عقد الدنيا كلها مننا بسبب ابوهم وامهم. خلي اوضه كده تدخلوا تناقشوا انتوا وابوكم وامكم، وتخلي يعني سر بينك وبين جوزك كده، ان احنا ندخل في اوضه يا حبيبي ما نتكلمش قدام الاطفال. يعني تعودي جوزك على نظام معين. لو انت عودت جوزك على نظام معين هتعيشي سعيده طول عمرك. الراجل عقله اصغر من الطفل اللي عندي. شفت اصغر طفل عندك ايه؟ واعملي ايه؟ اعملي عقلي طفلك ده، عقلي جوزك دي يعني بقل عقل عند طفلك الصغير ده. يعني مثلا الطفل اللي عنده 3 سنين يبقى جوزي يبقى عنده يبقى عقله 2 سنين. هو كده مفيش الا كده. بتبريه ابنك او طفلك الصغير، هتعيشي مبسوطه. الراجل اولا ما بيغلبش. انت هتغضبي، انا معاك، امشي معاكي للاخر، عشان انت محدش في الناس يعني بتقول لك ايه، انا ما بحبش الشغل يعني منا. انت بتكلمينا برضو كنتش حاسه بينا يا حبيبتي قلبي، انا حاسه بيكي، بس بقول لك الواقع اللي بره ازاي. انت مثلا هتغضبش، انا معاك هتغضبي مثلا، وبعدين هتعملي ايه؟ في رجاله ما بتقدرش تصالح مراتهم، ممكن يسيبك مرميه سنه وسنتين، وفي الاخر هيتجوز عليكش. هيزهق منك بقى، من كل شويه لما شنطتك وراح عند اهلك. هو هيزهق، لا هيعبرك ولا يعبر عيل، وهتفضلي مرميه عند بيت اهلك، سوري في الكلمه. بعد كده هو هيعيش حياته، لان الراجل عايز حياته بس، ما بيدورش على واحده، فمش هيغلب فيكي. وبعد كده انا اصلا كان في قصه تانية عايزه اشارككم برضك فيها. ان برضك واحد زمان برضك مراته فضلت تغضب. ففي مره هي اتصلت هي بيه وحنت له، قالت له انت بتجيش تصالحني ليه؟ والعيال بيسالوا عليك والعيال ما اعرفش. قال لها اجي اصالحك فين؟ ده انا اتجوزت. هي ما صدقتش الصراحه. جت تشوف لقيته فعلا فاتح بيت ومراته قاعده فيه، وقاعد ومتجوز وعايش حياته. وهي استفادت ايه؟ هي قولوا لي كده، هي استفادت ايه؟ دمرت بيتها، سابت بيتها ان واحده تانية جت خدته منها. في حاجات كتير يا جماعه محدش عارفها. انت يا حبيبه قلبي لو فكرت في يعني في مشكلتك، او فكرت في بيتك، هتلاقيك احسن من ناس كتير. هتلاقي مشكلتك هايفه بالنسبه لناس كتير. في ناس كتير بتبقى عندهم خلافات كتير. لو انت جيت تقعدي مع واحده وقالت لك مشكلتها، هتقولي لا الحمد لله ده انا اهون من ناس كتير. انت احسن من ناس كتير. لو انت ربنا بيبعت كل واحد يعني كل واحد بيبعت له حاجه على قده كده. يعني ربنا ما يبعتليش زي ما بيبعت لك، زي ما بيبعت لك ربنا ادرى بيكي. وربنا طول ما بيديلك حاجات من دي يبقى بيحبك. اوعي تزعلي ان ربنا يديهولك، ربنا عمره ما يجيب حاجه وحشه، ربنا بيمتحنك، بيحبك.
ان ربنا بيصيب دايما المؤمنين، بيحب دايما المؤمنين. فدايما تبقى دايما صبوره، دايما متحمله، دايما تقولي يا رب، ربنا عمره ما يسيبك. خلي بالك على تربيه ولادك، اوعى مثلا لو جوزك مش كويس اوعى تخلي ولادك متعقدين. لو ولادك اتعقدوا هتعيشي تعيسه طول عمرك، لان ولادك هيبصوا لك بصه ان انت يعني مش ام كويسه، او انت ما اديتلهمش السعاده. انت ابوهم حرمهم من حاجه معينه، انت عوضيهم، انت ده باباك. انا مثلا او جوزي مثلا داخل ما بيهزرش مع عيل او ما بيلعبش مع طفل، مثلا اقول له لا يا حبيبي والله باباك نفسه يلعب معاك بس ما عندوش وقت، بيسأل عليك يا حبيبي، بيبقى وانت نايم، بيبقى يجي يبوسك وانت نايم. حتى لو ما بيحصلش، في حاجات الام بتعوضها مكان الراجل، بتخلي الطفل يعني نفسيته حلوه احسن ما يكون طفلك نفسيته تعبانه. فانت ممكن يا حبيبه قلبي تصلحي امورك، اقعدي مع جوزك كده، ايه يا حبيبي اللي مزعلك، إيه هو عارفه ان هو مثلا انت شكلت معاه وعصبي ومتضايق، ما تتكلميش معاه في الوقت ده خالص. خدي نفسك كده، تلبخي نفسك في اي حاجه تانية بعيد عنه، ما تقفيش قدام وش كده وكلمه بكلمه. خدي نفسك وروحي في جنب، شوفي لك مثلا لو عندك طبقين في الحضر قومي اغسليهم، قومي نضفي حاجه، المهم تبعدي عن وشه الساعتين دول لغايه ما يهدى كده. وتقومي انت بقى ايه قاعده كده، ايه يا حبيبي مالك انا يعني مثلا ايه تديله الحنان. يعني ايه تديله الحنان؟ انك دايما تحسسي عليه كده وتقولي له يا حبيبي ايه اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك، معلش انا غصب عني، انا بعتذر. اعتذر انت، حتى لو ما انتش غلطانه اعتذر انت. مشي امورك وسيس امورك احسن من الناس تتفرج عليكي. ان خلاص يا حبيبي اخر مره، انا شايفه ان انا غلطانه، حتى لو ما انتش غلطانه مشي امورك برضه لغايه يعني لغايه ما تتمكني من اللي انت عايزاه. وقعدوا قولوا خلاص يا حبيبي هعمل اللي انت عايزاه، بس عايزك برضه كمان تبقى كويس معايا في حاجه كذا، هبقى برضه كانت كويسه معاك، ونعمل كذا ونعمل كذا. هو هيهدى ويضحك وانت بتتكلمي، اضحكي انت كمان، حتى لو انت منتش قبلاه على الارض اضحكي في وشه عشان هو يديلك الضحك ويديلك الابتسامه. عشان انت يا حبيبه قلبي عايزه اقول لك على حاجه، هو الوقت لو عاكن عليكش ماشي عاكن عليكش، انت دلوقتي انت تبقى قاعده فرحانه، بالعكس انت تبقى قاعده زعلانه وهتطلعي هموم الدنيا على اولادك، واللي يكلمك في التليفون تبقي متنرفزه، تبقي مش طايقه نفسك، هتكسري، هتقومي تعملي مش هتعملي شغل بيتك على احسن وضع، وهتبقى قاعده مقريفه وزهقانه وقرفانه وكل حاجه. انما انت لو هديت الموضوع وضحكت معاه بقى وخلاص، هو يبقى مزاجه حلو وانت يبقى مزاجك حلو، وهتقومي تبقى عامله شغلك بالراحه، وهتبقى قاعده مزاجك حلو. اللي خليك تقعدي متعكنه طول اليوم وانت بالشكل معاه، لا اللي خليني اقعد طول اليوم وانا مزاجي حلو معاه. هي احسبها كده، احسبها كده، اصلا هاخد من الزعل ايه؟ هتعب وهيجيلي الامراض الدنيا كلها، وفي الاخر هيرميني وهيروح يتجوز غيري، يبقى انا استفدت ايه؟ فيا حبيبتي ما فيش امور تستاهل انك تزعل، اوعي تسيبي بيتك مهما كان. عارفه لو في ايه اوعي تسيبيه. بالنسبه لحماتك اللي انت بتقولي عليها، وبالنسبه لسلفتك والناس اللي بتكرهك دي، حاولي يا حبيبه قلبك تانبيهم. هم حتى لو وحشين معاك ولقيتهم فعلا خلاص انا يا منى مهما اعمل هم وحشين معايا، حبيبه قلبك تانبيهم، فهمي جوزك الوضع وقعدي في بيتك، هات لي اكل وشرب وحاجه، انا اقعد لوحدي يا حبيبي، انا عايزه اعيش انا عايزه ابسطك، انا عايزه اسعدك، مش عايزه حاجه تعكن عليا، انا عايزه اطلع لك ابقى فايقه لك طول النهار طول الليل. مش كلام بس، يبقى فعل. يعني انت لازم تحسي ان انت بتعملي كده فعل، وتحسي بالاحساس اللي انت هتقوله له، لان الراجل ساعات مفكر انت بتكذبي عليه، وساعه ما بتطلعي لوحدك هيفكر ان انت يعني بتكذبي عليه. فبلاش تحسي بالاحساس ده دايما يا حبيبتي. لو الناس دي بتضايقك خليكي مقتنبه لوحدك، هم مصيرهم ما يعرفوا ان انت يعني غلطوا في حقك في يوم من الايام وهيعتذروا لك. بس برضك ما تنسيش لما تبقي نازله عليهم ولا طالعه تقولي السلام عليكم، السلام لله مش لهم، حتى لو ما ردوش الملائكه هترد عليكي. فخلي بالك من الامور دي، عيشي سعيده ومبسوطه، ما تشوفيش حاجه تستاهل، والله ما في حاجه تستاهل. اوعي تسيبي جوزك دي والله عقله زي عقل اي طفل صغير، سايس امورك هتكسبي حياتك. الراجل دايما بتضحك عليه باي حاجه، باي كلمه، ابعتوا له رساله على التليفون صالحيه، تعالي يا ست انت على نفسك وصالحيه، ابعتوا له رساله، ابعتوا له اي حاجه، كلميه، تعالي يا حبيبي النهارده مستناك نعمل عشوه حلوه ونستناك، تعالي يا حبيبي عشان اصالحك، في ثانيه هتلاقيه جاي لك جاري مش هيستنى. حتى لو طنش معاك وقابلك برضك مقابله وحشه، او مثلا دخل مكشر، او مثلا قال لك مانيش جاي، او كلمك باسلوب وحش، سايسه برضك تاني ولا يهمك، ما تحبش حاجه بتتاثر عليكي، اوعي تزعلي، اوعي حاجه تخليك تكتئبي وتخليكي ترجعي لورا، خليكي دايما للامام، خليكي دايما امشي للصح، خليكي دايما الايام اللي جايه من عمرك ما تعيشاش في نكد وقرف، خليها دايما عايشه وانت سعيده ومبسوطه، لان الايام ما فيش يعني اصلا يعني ايام تستاهل ان احنا نعيشها ان تبقى تمر علينا واحنا تعيسين في حياتنا. وكمان عشان خاطر اولادنا، زي ما انت عندك اولاد وعارفه. بعد كده عايزه اقولك
انك مش هتستفيدي حاجه من الغضب، والله ما هتستفيدي حاجه. الناس هتتكلم عليكي، والناس هتفضل فاكراكي، هتبقى فاكره ان انت كل شويه رايحه جايه. عارفه لما عندك بنت وهيجي حد يتقدم لها فيما بعد، هيقولوا له ايه؟ ما تاخدهاش، اصل امها كل شويه كانت بتغضب، يبقى بنتها تطلع زيها تغضب برضو كل شويه. لا ده بيت وحش، جوزها صعب وكل شويه بيغضبها، مش هتعرف تتفاهم مع واحد زي ده. فهيبقى حتى هتطلع سمعه على اولادك وهتطلع. انما البيت المقفول، يعني مثلا زي بقول لك 4 حيطان محدش يعرف عنك حاجه، جوزك شتمك عملك، هتفضل قاعده في بيتك واكله شاربه نايم، محدش عارف عنك حاجه. انما لو طلعت بره بيتك الدنيا كلها هتعرف، الدنيا كلها. انا هسمع كلمه من امك او من اختك او من اي حد، ده اخت غضبانه عمال واخده الكلمه وعطشاها لواحده تانية، ومن واحده تانية هتروح توديها لواحده تانية، ومش هيوصلوا الكلام كده، ده هيوصلوا بمليون كلمه. انت غضبانه بسبب مثلا حاجه، انا راح اقول لواحده تانية لا ده غضبانه بسبب كذا وكذا، والتانية تاخد غضبانه بسبب كذا وكذا وكذا، فهيزودوا عليك الكلام وحاجات ما حصلتش، وهتظلمي في الموضوع يا حبيبه قلبي. ارجوكي ارجوكي بلاش، فكري في الموضوع وعقلي عقلي، لان فعلا والله مفيش حاجه تستاهل. سيسي امور جوزك واعملي بالنصايح، واعملي كل حاجه تسعد جوزك، وانت كل واحده بتبقى عارفه باب جوزها بيبدا منين وتبدا تفتحه، او قلب جوزها بيبدا منين وتبدا تفتحه. لان فعلا الحياه هي مجرد ان احنا نعيش سعيدين، مش مستاهله ان احنا نعيش تعسين. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.